اليوم الأخير الصبح يوم 27 سبتمبر 1970 جمال عبد الناصر رئيس مصر اللي قاد العرب حوالي 20 سنة في تحديات كبيرة كان واقف على ضفة النيل. النهر هادي والشمس منعكسة على المية. جنبه كان واقف محمد حسنين هيكل وزير الإعلام وصاحبه القريب. عبد الناصر قال بصوت تعبان: ده أجمل منظر في الدنيا. هيكل رد وهو بيهزر: جميل، بس أجمل منظر في الدنيا دي محتاجة مناقشة. بس نظرة عبد الناصر كانت واضحة، فيها ارتباط كبير بالنيل اللي هو رمز مصر الأبدي. عبد الناصر كان منهك بعد أيام طويلة من اجتماعات قمة القاهرة اللي كانت معمولة عشان تحل الأزمة بين الأردن والفلسطينيين. حضر جلسات كتير وودع ملوك ورؤساء، وهيكل اقترح يسيب حد غيره يودعهم لكنه رفض وقال ما ينفعش يسافروا من غير ما ودعهم. رجع بيته بالليل، مراته استقبلته، قعد على السرير، شرب كوباية زبادي عشان مش قادر ياكل أكل تقيل، اتكلم شوية مع منى وخالد وبعدين قال: أنا هنام بدري، بكرة عندي وداع للملك فيصل وأمير الكويت. تاني يوم 28 سبتمبر صحي قبل الساعة 8، أكل شوية فاكهة وخرج على المطار يودع الملك فيصل وأمير الكويت الشيخ سالم الصباح. رجع الظهر وملامحه باين عليها التعب. حوالي الساعة 3 العصر بعد ما ودع أمير الكويت حس بتعب شديد. دكتور الصاوي حبيب طبيبه الخاص دخل عليه، لقاه جمال عبد الناصر نايم على السرير ببيجامة رافع راسه شوية. عبد الناصر قال له: حسيت بتعب وأنا بودع أمير الكويت، رجليا مش قادرة تشيلني. الدكتور لاحظ عرق بارد على جبينه، وشه شاحب، نبضه سريع وضعيف وضغطه واطي جدا، ايديه ورجليه ساقعين. حس ان الوضع خطير. على طول طلب دكاترة تانيين، منصور فايز وزكي الرملي، عملوا رسم قلب وبدأوا علاج. بعد شوية عبد الناصر قعد نص قعدة وفتح الراديو اللي جنب السرير علشان يسمع نشرة الأخبار الساعة 5. سمع للآخر وقفل الراديو وقال: أنا استريحت يا صاوي. بس فجأة راسه مالت على الجنب ونبضه وقف. الأطباء حاولوا ينقذوه بكل الطرق لكن مفيش فايدة. حوالي 5:30 العصر جمال عبد الناصر توفى. جوه الأوضة كان في 7 غير الأطباء: الفريق محمد فوزي قائد الجيش، علي صبري وزير شؤون الرئاسة، شعراوي جمعة وزير الداخلية، سامي شرف سكرتير عبد الناصر، حسين الشافعي عضو مجلس الرئاسة، أنور السادات نائب الرئيس، ومحمد حسنين هيكل. الجو كان صامت تقيل والرعب باين في عيون الأطباء. الدكتور الصاوي خرج وقال للواقفين بره: خلاص مفيش فايدة. يوم 28 سبتمبر 1970 كان نقطة فاصلة زي ما وصفه هيكل بين عصر وعصر. رحيل عبد الناصر جه في وقت صعب جدا. الأزمة بين الأردن والفلسطينيين كانت مولعة، لكنه ساب وراه إرث سياسي ضخم من ثورة 1952 لتعميم القناة لحد حرب 1967، والنيل زي ما كان فضل شاهد صامت على رحلة عبد الناصر.